مرحبا بكم في اول قصه في القناه ديالنا اللي غتكون قصه رعب سميتها قصه الزهري. نتمنى نعجبكم في الالقاء ديالها وجدوا شي حاجه سخونه ولا شي حاجه اللي تاكلوها باش تستمتعوا بالقصه. من الافضل طفيو الاضواء وديروا الهيدفون ولا الكيس باش تستمتعوا بها، ونخليكم مع القصه ديال اليوم. كتهضر على واحد الشاب تيقول بلي عمرو توقع بلي الدخول ديالو لهذا العالم غادي يكون بدون تذكره العوده، وبلي كان اكبر خطا ارتكبه في حياته. احداث القصه بدات نهار غادي يكتشف بلي انا انسان زهري، وكيف معروف في الثقافه ديالنا مخاوي الجن. هاد اللعنة بدات معايا ملي كنت صغير، كنت كنسمع اصوات همسات في ودني وتنحلم احلام غريبه، مخلوقات كتشبه الكيانات السوداء وكتنتمي لعالم سفلي اللي بعيد على العالم ديالنا، غير اللي كنشوفوه في افلام الرعب. غير هو كانوا اكثر واقعيه من داكشي اللي كنشوفوه في افلام الرعب. دازو الايام وكبرت وبقى الحال كيما هو، ما تبدلات حتى شي حاجه. كنت كنحس دائما باللي ما كاينش بوحدي في الدار، وخا مثلا كتكون خاويه وما كاين حتى واحد. كنت كنسمع اصوات اللي كتكرر في ودني، كنسمع شي واحد كيعيط لي من بعيد، الصدى ديال الهمسات والبيبان كيتحلوا والسراشو كيتفتحوا عليا بوحدهم. دازو الايام وكبرت وبقى الحال كيما هو، ما تبدلات حتى شي حاجه. كنت كنحس دائما باللي ما كاينش بوحدي في الدار، واخا مثلا كتكون خاويه وما كاين حتى واحد. كنت كنسمع اصوات اللي كتكرر في ودني، كنسمع شي واحد كيعيط لي من بعيد، الصدى ديال الهمسات والبيبان كيتحلوا والسراشم كيتفتحوا عليا بوحدهم. حتى لواحد الليله اللي كنت جالس في الغرفه ديالي كنشوف في الهاتف، حتى شويه حسيت بواحد البرد اللي غريب كان جاي لجيتي. كنت لفت في اليمين وفي اليسار، لقيت السراجم والبيبان مسدودين. منين جا هاد الريح؟ كيبقى سؤال كيضرب في الراس. ما جيتش في النوض حتى فجأة كان تطفى الضو ديال الغرفة ديالي، وكيتعكس على الحيط واحد الظل ديال واحد الكيان ضخم واسود كيتشكل من دخان كان اللون ديالو بحال اسود بحال الفحم. انا من هول الصدمه غوت ومن بعد غيبت. الام ديالي ملي سمعت الغوته ديالي جات كتجري، لقاتني ناعس على الارض وفاقد للوعي. تخلعت بزاف وعيطات للاب وهزوني للمستشفى. تماك قال لهم الطبيب اللي تعرضت لصدمه عصبيه من هول المنظر اللي شفتو. رجعنا للدار وبعد التردد عاودت الام ديالي كاع داكشي اللي وقع لي تماك. فقررت تاخدني عند واحد الراقي اللي جا بالضبط في زرهون. دخلنا عنده، اول ما دخلنا شميت رائحه البخور اللي كان طيب، وريحه المسك كانت مسيطره في ذاك المكان. والغرفه كانت فيها واحد الزربيه اللي كتبان قديمه شي شويه ولكن نقيه. حتى السرير بحال تا هو نفس الحاجه فين كان كيستقبل المرضى ديالو. الراقي كان راجل في متوسط العمر ديالو، اللي هز واحد السبحه في يديه مع واحد اللحيه اللي كانت شديدة السواد وفيها واحد شوية ديال الشيب. استقبلني وبقى كيسولني بعض الأسئلة اللي نمطية، بحال شنو الأحلام اللي كتحلم، واش كتحلم بحيوانات بحال الأفاعي والقطط، واش كتحلم راسك طاير إلى آخره. شوية بدا كيقرا عليا في واحد الآيات ديال القرآن. في الاخر بعد ما سالينا الحصة قال لي انت انسان زهري وكتشكل وسيط بين عالم الانس والجن، وباللي عندك القدرة تسخرهم الخدمة ديالك. ولكن نصيحتي ليك قرا القرآن والتزم بأذكار الصباح والمساء، وبعد من هذا العالم، حيت هادشي الا دخلتي ليه راك صعيب تخرج منه، وغتلقى راسك في متاهات. وديك الساعات ما كاينش ولدي اللي غادي يفكك، حيت هاد العالم ديال السحر والشعوذه ما كيدخلوا غير اللي كيكفر بالله عز وجل والناس اللي فيهم الفضول الزايد. راه هاد العالم ماشي يجي يدخل بسطاتك. هاد العالم فيه قوانين صعيبه وعهود موروثه اللي تقدر تبقى تناقل في السلالة ديالك. عهود اللي شي مرات كتكتب بالدم وتخليك مرتبط بهم للأبد، حيتاش حتى حاجة ما فابور في هاد الدنيا. بغيتي القوة خصك تخلص الثمن. انا صراحة عمري كنت كنآمن بوجود ديال هاد العالم، حيت والديا كانوا ناس متدينين بعادين كل البعد على العالم ديال السحر والشعوذة. غير هو كلام الراقب اللي عندي قدرة ديال تسخير الجن الخدمة ديالي فتح في نفسي واحد الفضول اللي كبير ورغبة في اكتشاف هذا العالم.
اول حاجه بديت بها هي بقيت كنقلب في الانترنت على الانسان الزهري والقدرات ديالو. شي مرات تيجي في بالي باللي هادشي راه غير خرافات واساطير، وشي مرات تنقول ما غادي نخسر والو. ولقيت بزاف ديال الناس يهضروا على الانسان الزهري وتيقولوا باللي هو مفتاح الباب من الابواب العوالم الاخرى، وكاين اللي تيكتشف به الكنوز وتيقتل الاسحار، وباللي تتكون عندهم رفقة مسخرة للخدمة ديالهم. وهذا الشيء كامل اللي قريت غير ما زادش الفتيلة د الفضول عندي، وما كنتش عارف باللي ديك الفتيلة اللي غادي نشعل غتولي عافية غادي تحرقني، وللأسف غادي تحرق الناس اللي قراب ليا حتى هما. صابيت بواحد الهوس اللي كبير، كنقلب على اي معلومه او طريقه نعرف بها كيفاش نفعل هاد الطاقه اللي عندي باش نولي نتواصل مع الجن ونسخرهم للخدمه ديالي. هاد الفضول بقى غادي وكيكبر، وبديت كنقلب في كتب السحر والشعوذه عن طرق استحضار وتسخير الجن. هادشي خلاني نهمل الدراسه ديالي في الجامعه، وليت اغلب الوقت منطوي ومنعزل في الغرفه ديالي. كنجرب طلاسم وتعويذات مختلفة وطقوس اللي غريبة بزاف، لدرجة باش نطبق واحد الطلسم كان خاصني قط أسود، وللأسف ما غادي نتلاقى غير مع القطة ديال الجارة ديالنا اللي غادي نسرقها. وتسنيت حتى منتصف الليل كيف نشرح في الطلسم، وذبحت القط اللي الصوت الموع ديالو باقي دابا كيضرني في ودني، وشربت قطرات من الدماء ديالو كيف ما مكتوب في الطلسم، والباقي كتبت به طلاسيم على الجدار في الغرفة ديالي، كلمات ما كنتش عارف المعنى ديالها، لأن أهم حاجة كانت عندي هي نحضر الجن. الفكرة اللي استحوذات عليا وملكاتني بزاف. من مور ما درت هاد الطقوس كاملة بقيت كنتسنى يطفى الضو ويشعل، ولا الباب يتردخ بجد، ولا نسمع شي صوت كيخلع بحال اللي كيوقع في أفلام الرعب، ولا أي إشارة كتعني اللي راه الطقس نجح لي. دازت 5 دقايق وانا كنتسنى، ولكن حتى حاجه غريبه ما وقعت. زدت تسنيت ساعه ما وقع والو. كلشي في الغرفه كان عادي من غير القط المذبوح والحيط اللي كله عمرته بالطلاسم اللي كتبتها بالدم ديال القط. ملي داز الوقت وما وقع حتى حاجه، قلت باللي راه غادي نكون غلطت في شي طولسوم وما تبعتش التعليمات بطريقه صحيحه. داكشي علاش الطقس ما نجحش ليا بالطريقه اللي بغيت. نط من بلاصتي ودرت داك القط في واحد الساشيه كحله، وخرجت من الدار رميتو بعيد على الحي فين انا ساكن، ورجعت مباشره للدار دوشت ونعست بلاصتي. وانا ناعس حتى فجاه كنلقى راسي في واحد الكهف اللي كان حجري مظلام، ضرب فيه غير الضو ديال القمر، وانا واقف في الدخله ديالو واستهات كما كنقولوا لا طيره يطير ولا وحش يسير. انا ما فهمت والو، بقيت كنقول مع راسي كيفاش وصلت لهنا، وافكار كاملين والتساؤلات اللي كانوا عندي تقطعهم واحد الصوت كيزمجر وكيقول بالحرف: فلان ولد فلانة عيطتي ليا غير هو انا ما تنجيش، انت اللي غتجي عندي. ودابا دخل. دخلت ورجلي كانوا كيترعدوا خطوه تقل من اللي قبل منها. الريحه ديال الرطوبه وقطرات ديال الندى بارده كطيح ليا وكيبان لي غير الظلام. الصوت ديال داك المخلوق باقي كيزمجر: فلان ولد فلانه كنت عارفك كتقلب عليا. بقيت كنتلفت في داك الكهف كنحاول نشوف مصدر الصوت منين جاي، ولكن العين ديالي كتشوف غير الظلام والحجر الكبير ديال الكهف. تغوت داك الصوت بجهد من جديد وقال لي: واش عارف الثمن اللي غتخلص؟ انا بالخلعه تعقد لساني، ما بغاتش كاع الهضره تخرج لي. فجاه حسيت بريح بارده قربات لوجهي وبدا كيتشكل قدامي اطراف المدخان. كانت اول حاجه ظهرات من هذا المخلوق قوائم سفليه كتشبه القوائم ديال الدواب، ويدين بحال اطراف الماعز. راسو كان كبير بزاف وعينيه حمرين بحال الجمر وسط داك الظلام كامل، وعنده واحد القر اللي كبير خارج بحال شي خنجر. ملامحو ما كتفسرش، ما كتعرفوش واش دابة مشوهة ولا شنو هذا المخلوق بالضبط. وسولني نفس السؤال جديد: واش عارف الثمن اللي غتخلص باش توصل لداكشي اللي انت باغي؟ وصوتو كيتردد في داك الكهف الخالي بحال شي رعدة. انا غير سمعت هادشي وقلت ليه بلا ما نفكر: ما كيهمش الثمن، انا مستعد ندير اي حاجه باش نوصل داكشي اللي باغي. ضحك داك الكيان واحد الضحكه اللي قويه، وفي نفس الوقت خبيتها ومد لي واحد المخطوطه كيبانوا الاوراق ديالها صفر، مربوطه بواحد الخيط اللي احمر والغلاف ديالها مكتوب بخط غريب. ما عرفتش واش امازيغيه ولا لاتينيه، وشي كلمات كانوا باللغه العربيه.
كلمة وحدة اللي قديت نقرا وسط داك التنكيش كامل هي كلمة أمغاز. وسط ديك الدهشة كاملة كيقطعها الصوت ديال داك الكائن اللي غير الشوفة فيه بوحدها تخليك مرعوب حياتك كاملة. كيدوي وكيقول لي بالحرف: فلان ولد فلانة اللي تفيق الصباح غتمشي سيدي عليه غتلقى واحد الراجل كبير كيتسناك عندو عين وحدة وقول ليه صيفطنا عندك سيدي مول الكروف غيعطيك هاد الكتاب خودو ورجع للدار منين شال 7 ديال الشمعات كحلين وتسنى المصير اللي حفرتي عليه بيديك وكتبتي السطورة ديالو. وإلا خرجتي على طريقنا راه ما غادي تلوم غير راسك. ما جيت فين نجمع الأنفاس ديالي حتى حسيت بالدنيا كدور بيا والظلام رجع غطاني من جديد. فقت والشمس ضاربة ليا في خدي، قلبي كان كيسابق الريح وريحة ديال البخور غريبة باقا لاصقة ليا في الحمي. ماشي البخور اللي شمينا عند الراقي، ولكن هذا بخور كان أشبه بريحة الكافور. عرفت باللي هادشي ما كانش غير حل عادي، ولكن هذه هي الخطوة الأولى اللي غادي تفتح لي أبواب الجحيم. المهم هذا كان هو الجزء الأول من القصة ديال لعنة الزهري اللي نتمنى نعجبكم بالإلقاء ديالي فيها. وفضلا وليس أمرا تقدروا تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد عما قريب.